ولذا قال صلى الله عليه وسلم في رمضان قال استكثروا من 4 خصال، استكثروا فيه من 4 خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم جل وعلا، وخصلتان لا غنى بكم عنهما، فأما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. فأنت على السحور وعلى الإفطار بين الأذان والإقامة ودبر الصلوات بعد الفراغ من الذكر المشروع وأنت على فراشك أكثر من قول أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله، أو تقول لا إله إلا الله واستغفر الله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. فاستكثر من هذا دائما، شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وخصوصية شهادة لا إله إلا الله أو قول لا إله إلا الله أنك إذا اعتدها لسانك وتذلل بها تصير سهلة عليه، أسهل من النفس للرجل الصحيح. وهذا تحتاجه أنت متى؟ تحتاجه في شدة المرض وعند شدة الخوف وعند شدة الكرب وعند العسر وأعسر ما يكون. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في رمضان قال استكثروا من 4 خصال، استكثروا فيه من 4 خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم جل وعلا، وخصلتان لا غنى بكم عنهما، فأما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. فأنت على السحور وعلى الإفطار بين الأذان والإقامة ودبر الصلوات بعد الفراغ من الذكر المشروع وأنت على فراشك أكثر من قول أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله، أو تقول لا إله إلا الله واستغفر الله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. فاستكثر من هذا دائما، شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وخصوصية شهادة لا إله إلا الله أو قول لا إله إلا الله أنك إذا اعتدها لسانك وتذلل بها تصير سهلة عليه، أسهل من النفس للرجل الصحيح. وهذا تحتاجه أنت متى؟ تحتاجه في شدة المرض وعند شدة الخوف وعند شدة الكرب وعند العسر وأعسر ما يكون. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في رمضان قال استكثروا من 4 خصال، استكثروا فيه من 4 خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم جل وعلا، وخصلتان لا غنى بكم عنهما، فأما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. فأنت على السحور وعلى الإفطار بين الأذان والإقامة ودبر الصلوات بعد الفراغ من الذكر المشروع وأنت على فراشك أكثر من قول أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله، أو تقول لا إله إلا الله واستغفر الله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. فاستكثر من هذا دائما، شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وخصوصية شهادة لا إله إلا الله أو قول لا إله إلا الله أنك إذا اعتدها لسانك وتذلل بها تصير سهلة عليه، أسهل من النفس للرجل الصحيح. وهذا تحتاجه أنت متى؟ تحتاجه في شدة المرض وعند شدة الخوف وعند شدة الكرب وعند العسر وأعسر ما يكون. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في رمضان قال استكثروا من 4 خصال، استكثروا فيه من 4 خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم جل وعلا، وخصلتان لا غنى بكم عنهما، فأما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. فأنت على السحور وعلى الإفطار بين الأذان والإقامة ودبر الصلوات بعد الفراغ من الذكر المشروع وأنت على فراشك أكثر من قول أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله، أو تقول لا إله إلا الله واستغفر الله. قال تعالى: فاعلم